بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشني جدا جدا جدا. هنعمل بقى حتة تورتة ببيضة واحدة. هنشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب كوباية سكر، حتتين زي يعني زبدة. هنجيب نضربهم مع بعض. لو مش عندك مضرب كهربائي عندك مضرب السلك. نضربهم بقى شوية لحد عشان تهش، تبقى جميلة والله بجد يا جماعة. هنحط عليها يعني كوباية زيت صغيرة، كوباية زيت صغيرة، وبيضة واحدة. بجد يعني تحفة خرافة. اعمليها وجربيها وقوليلي. هنضربها بقى. بعد كده حطينا البيضة طبعا، وحطينا كيسين فانيليا، وحطيت كوباية ونص لبن، كوباية ونص لبن. هي الزبدة جامدة شوية بس احنا هنضربها ان شاء الله. جميلة جدا يا جماعة، بجد بجد بجد. هتشوفها في الاخر شكلها. يعني انا عملت اتنين، هصور لكم واحدة. عملت واحدة بيضة صفرة، وواحدة بني. شكلها تحفة 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 بجد. هنضربها بقى بالمضرب. هنفضل نضرب كتير عشان خاطر ال- السكر يدوب. وكل ما نضرب فيها اكتر هتديكي ما شاء الله، هتبقى جميلة. بعد كده بقى بعد ما هي تضرب خلاص، انا بقى بحضر كنت محضره دقيق، وجايبه كيك شيف. كيك شيف او بيكنج باودر يا جماعه اللي عندكم. حطيت بقى نحط الدقيق حبه حبه يا جماعه، ما بنحطش كله مره واحده. يعني نحط، شايفين انا بحط بالمعلقه. يعني حبه حبه بحطهم، بحيث ان هي تفضل ما تفيش حاجه فيها، ما تتضربش. لا، هنعملها ملعقه واحده واحده كده. وبجد ما خدتش مني نص ساعة. جميلة جدا جدا. اعملوها وجربوها وقولوا لي. ببيضة واحدة. هقول لكم تاني على المكونات. كوباية زيت صغيرة، زبدة، حتة زبدة زي البيضة بالظبط قد البيضة، كيسين فانيليا، واحد كيك شيف، كوباية ونص لبن، كوباية سكر. جميلة جدا يا جماعة، جميلة 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 بجد. شايفين انا حطاها في الصينية شكلها ازاي. طبعا دهن الصينية، صينية ممكن سمنة او زيت، وريح نازلة بقى شوية دقيق عشان ما تلسقش. ده الفيديو تعاد معايا تاني عشان يا جماعة الفيديو ده عشان البيض والسكر اللي كنت ضرباه. تعاد معايا تاني. هو بس جامد شوية، الزبدة هي كانت جامدة شوية لان كنت لسه مطلعاها من الفريزر. ادي الشكل، انا مش حاطة فيها حاجة خالص يا جماعة. شايفين شكلها. حتى بس انا ما كانش عندي فارماسي ولا عندي اي حاجة.